السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة شلونك حبيبي الغالي؟ الله يسعدك، حياك الله. شلونك؟ الله يسلمك. الهمه ان شاء الله الهمه ان شاء الله عاليه. بطولاتكم تاريخ يتحدث عنها ان شاء الله. سطرتوا اروع ملحمه تاريخيه. اليوم بدنا نعرف استعداداتكم لخوض المعركه بانتظار ساحه الصفر. والله ان شاء الله الاستعدادات كامله والمعنويات عاليه، وان شاء الله مستعدين لتطهير تكريت بالكامل ان شاء الله. ان شاء الله تكريت بالكامل، وسنزف بالبشرى الى اهالي صلاح الدين. واحنا اهالي ميسان فوز سيد الشهداء اللواء الثاني ان شاء الله متوجهين، ومعنويات الابطال مثل ما تشوفوا عاليه، وان شاء الله راح نطهر المنطقه بالكامل. ان شاء الله ما نطول خلال يوم ان شاء الله سنزف البشرى لاهالي صلاح الدين مثل كما زفينا البشرى لاهالي دياله. وان شاء الله هم بعض الاخوه من صلاح الدين ويانا، حشتهم ويانا، الجيش ويانا، الشرطه ويانا، كل الاخوه كل الفصائل المقاومه هي موجوده ويانا الان. وان شاء الله ان شاء الله نبشر بالخير ان شاء الله. مباركه جهودكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الهمه شلونها؟ والله الهمة عالية وجيد جدا. نعم جاهزين ان شاء الله؟ ان شاء الله جاهزين بأي. يعني ان شاء الله راح ننتظر التعليمات من قياداتنا العسكريه على بدء ان المعركه. شاء الله. جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله جاهزين. ان شاء الله جاهزين. وعليكم السلام ورحمه الله. همتكم شلونها؟ احنا أوضاعكم شلونها؟ همتنا همه رجال يعني، وعندنا معنويات عاليه. والنعم. احنا جايبينهم ونطبقهم على الموصل وبعدين نطلعهم من ارضنا، لا يتصورون لهم اي مكان، اي مكان لا لهم. دروع بشريه ان شاء الله جايين. ان شاء الله دروع بشريه، يعني راح ندخل بدون درع ان شاء الله. بدون درع ان شاء الله، ولا خوذه ولا بس البندقيه فقط ناخذ. نعم نعم ان شاء الله. وذبنا عليه لحد لو غيام، ذبنا عليه لحد لو غيام، لحد لو غيام، ذبنا عليه لحد لو غيام، لحد لو غيام، ذبنا عليه بويا عصرتنا العماره وحل ضبطنا، ومن زود المراجل التكريت ودتنا. بويا عصرتنا العماره وحل ضبطنا، ومن زود المراجل التكريت ودتنا. اهو ذبنا عليه شالع قلبه، عليه شالع قلبه، ذبنا عليه شالع قلبه، ذبنا عليه شالع قلبه، ذبنا عليه شالع قلبه، ذبنا عليه شالع قلبه، عليه شالع قلبه، ذبنا عليه شالع قلبه، ذبنا عليه شالع قلبه. خلها مساتره ولا تكشف المرواح، الصقر ما يوم ذل ولا تجنى وطاح. شلون البوم صفق والصقر ذباح، والذباح يحوم عليه شلون البوم يصفق، 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 والذباح يحوم. والله ما لهم مكان عندنا هنا بالعراق، كل مكان ما لهم عندنا هنا. منين ما جو من السعوديه من قطر ان شاء الله يرجعون لديرتهم، وان شاء الله ما يرجعون كلهم نقتلهم بحيل الله محمد وعلي. الفضائيه متواصلين وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدنا نعرف استعداداتكم لخوض المعركه وبانتظار ساعه الصفر. احنا هسه موجودين اليوم هنا. نعم. ومسكنا القاطع هذا. نعم. وبدل لنا سرايا راح نتقدم للهجوم. نعم. اي. واحنا بهاي المنطقة منطقة مطيبيجة. انتم جاي. احنا مسكنا الارض هسه. ارض اسناد القطاعات اللي راح تقدم. القطاعات اللي تقدمت لهم اسناد لها. نعم نعم. بارك الله فيكم. شلون همتكم؟ همتنا ان شاء الله تشوف الرجال بعد. معكم احبتنا مشاهدي قناه الغدير الفضائيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي اهلا وسهلا. شلون وضعكم وشلون اموركم؟ والله ان شاء الله كل جيد مستقر والحمد لله والشكر، وضعنا جيد جدا. نعم، انتم هنا هذا موسم الشتاء وهاي المطر اللي كان ينزل عليكم على الخيام مالتكم هنا؟ ينزل المطر بس احنا هنا مجاهدين وان شاء الله بحيل الله ثابتين. ان شاء الله. كيف استعداداتكم للمعركه ان شاء الله؟ ان شاء الله جيد جدا وحاضرين احنا باي وقت. جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين وين ما يصير. ان شاء الله. حياكم الله. عليكم السلام ورحمه الله. بالسماوه رميثه. حياكم الله بالسماوه. شلون وضعكم هنا ان شاء الله استعداد؟ لا ان شاء الله مستعدين للقتال
وان شاء الله شنو الرساله اللي عندك توصلها للدواعش؟ والله ان شاء الله احنا منصورين عليهم، وهم ان شاء الله يعني شغلتهم منتهيه ما اي ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم؟ الله يسلمك. شلون وضعكم هنا؟ والله همة عالية ويعني أتم الاستعداد إن شاء ان الله. شاء الله. الجو البارد ما اثر على لا الجو البارد شنو الجو البارد؟ ان شاء الله يعني جو شارككم حماس ان شاء الله. البارد هو يزيدنا حماس. ان شاء الله ان شاء الله. إن يعني ان شاء الله راح تشاركون بالمعركه؟ إن شاء الله هسه احنا مستعدين. نعم. مستعدين للمعركة وتم الاستعداد، هاي طاقاتنا ولافينها ماشيين. إن شاء الله ما لهم بقاء هنا. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وين ورحمة الله. الأهل؟ سماوة. سماوة. كيف هي معنوياتكم استعداداتكم؟ والله معنوياتنا عالية واستعداد مستعدين احنا. نعم. وان شاء الله النصر او الشهادة. ان شاء الله النصر، احنا نريد النصر ان هسه. شاء الله النصر او الشهادة. نريد نوصل ناخذ الموصل ان شاء الله ان شاء الله ما نبقى ان شاء الله ما بقى واحد من عندهم. ان شاء الله. وهسه طالعين واجب ان شاء الله مداهمات عليهم، وان شاء الله النصر. ان شاء الله. هذول وقت ان شاء الله الدواعش، ان شاء الله نخلص تكريت وان شاء الله للموصل. بدنا نعرف معنويات مقاتلينا مجاهدينا ابطالنا. معنويات كلش عاليه، وان شاء الله استعدادات متواجده وبقياده الحاج هادي العامري. نعم. والاخ الحاج ابو كوثر المحمداوي. ان شاء الله سندخل خلال هاي الايام ان شاء الله المقبله. نعم. ندخل الى صلاح الدين ونبشر ان شاء الله البشرى نزفها لاخواننا بصلاح الدين، وان شاء الله مستعدين للقتال في ذات. يا الله يا رب النصر ان شاء الله. شكرا جزيلا. انت ان شاء الله راح تشارك عند بدء العمليات العسكريه ان شاء الله؟ ان شاء الله شارك. معنوياتك شلونها؟ والله الحمد لله مرتفعه. جاهز ان شاء الله؟ جاهز. الاهل وين؟ سماوه. شو توصل رساله لاهل السماوه؟ تقول لهم ابطال السماوه على الساتر الامامي. والله نقول لهم ان شاء الله بالنصر. ان شاء الله. ان شاء الله. وللدواعش؟ دواعش الهزيمه. نقول لهم جايينكم ان شاء الله. جايينكم. بارك الله فيك. بارك الله. شكرا جزيلا. سموه ان شاء الله. يا مواليد 1994. 94. انت راح تشارك ان شاء الله ويا الابطال؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النصر. ان شاء الله. الهم المعنويات شلونها؟ والله عالي ان شاء الله. زين هاي الايام اللي راحت كان الجو ممطر والجو بارد، شلون وضعكم كان بالخيم هنا؟ والله ماشي يعني بس احنا وياها ان شاء الله يعني ننتصر على الدواعش. ان شاء الله. هذا مي المطر كان ينزل على الخيام مالتكم؟ اي والله وغرقنا هذا الماي واذانا شويه، بس احنا ما نهتم لهذا الشيء ان شاء الله. اكيد عندنا موضوع اهم من المي. ان شاء الله هذا موضوعنا ان شاء الله على الدواعش الانتصار، وما نهم لهذا الشيء. والله المعلومات عاليه الحمد لله والشكر. امورنا احنا هذه الامور بالنسبه للامور الامطار وغير الامطار عندنا قضيه اهم من هذه القضيه. ان شاء الله منصورين باذن الله. انت راح تشارك القناص ان شاء الله ويانا؟ ان شاء الله باذن الله تعالى. من يوالي موطني يستاهل الهيمونه. كل من يوالي. احبتنا مشاهدي قناه الغدير الفضائيه متواصلين وياكم. شيخنا الجليل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قدامنا السيارة هاي جاي توزعون بها مساعدات إلمن تابعين على جهة، وبارك الله بكم على مساعدتكم للمجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نحن أهالي بغداد قمنا اليوم بوفد من المتبرعين إخواننا، واليوم أنتم حسب علمنا أنه أكو هجوم إن شاء الله، وسوف نتقدم مع قواتنا في الحشد الشعبي إن شاء الله، باقين معاهم وإن شاء الله لرفع المعنويات، ونسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. هذا دائما تجون لو بس هذه المرة يعني؟ والله احنا كل جمعة وسبت إن شاء الله قاعد نفتر على جميع قواطع الموجودة بالعراق والمناطق الساخنة. بارك الله بك، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هلا بيكم يا زلمنا وزود بيكم حيدري، عزم للساتر صعدتوا الجناح العسكري. هلا بيكم يا بدرنا وزود بيكم حيدري، عزم للساتر. شلونها معنوياتكم؟ همتكم؟ اهلا وسهلا. المعنويات عاليه، واحنا نرحب بقناه الغدير المحترمه التابعه دائما للحد الشعبي والقوات المسلحه، والمعنويات عاليه، وان شاء الله نلاحق داعش حتى اخر جريده من عندهم ان شاء الله. ان شاء الله. انت راح تشارك ان شاء الله بالمعركه؟ نعم ان شاء الله مستعدين ان شاء الله. من اليوم راح نتقدم عليهم ان شاء الله على القاطع اللي تأمرنا به قيادتنا الحكيمه. ونشكركم جزيل الشكر، ونتمنى السلامه لعلمائنا وتبليغنا سلامنا الى المرجعيه الدينيه، واحنا عند حسن الظن ان شاء الله. والله ان شاء الله المعنويات عاليه كلش، واحنا نضحي بارواحنا من اجل الدين والمذهب. والنعم. استعداداتكم جاهزين ان شاء الله؟ مجهزين نفسيا ومعنويا. يا الله يا الله. ان شاء الله جاهزين، ان شاء الله جاهزين ونلاحقهم وين ما مشوا. الرساله توديها لداعش تقول له؟ ان شاء الله وراهم وين ما يروحون احنا وراهم، وان شاء الله ما يظل واحد من عندهم بالعراق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. معنوياتكم والله الحمد لله جيدة جدا. خوش، وان شاء الله نلاحق دواعش لسوريا ونطلع بهم لتركيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاهل محافظة مثلنا قضاء الخضر. اي نعم. معنوياتك شلون؟ معنويات عالية ومرتفعة، وبعزم الله وهمة الرجال نقضي عليهم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله راح تشارك انت بالمعركة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. همتك وضعك شلون؟ ايش عندك؟ جيد جدا. شنو السلاح اللي راح تستخدمه؟ كلاشنكوف؟ كلاشنكوف. مشترك سابقا معارك هنا وياهم؟ اي هنا كنا بديال هنا وانتقلنا هنا لسامره بالضلوعيه بالمنصوريه مال الجبل كنا. والله ان شاء الله. ان شاء الله معنويات عاليه وجنود السيد ان شاء الله احنا. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. غاتي. معنوياتك همتك شلون؟ والله همتنا جيد جدا ومعنوياتنا عالية، وإن شاء الله اليوم عندنا هجوم. ان شاء الله. إن شاء الله ونقضي عليهم، ما واحد يبقى من عندهم. ان شاء الله. راح تبدا ساعة 0 ربما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ساعة 0. ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الهمة؟ شلون المعنويات؟ والله الهمة عالية والمعنويات قوية إن شاء الله بعون الله. شو تقول لأهل السماوة اللي قاعدين هناك؟ والله أهل السماوة ينامون رغد. والله العظيم ما نخلي داعش يوصل بغداد. عندكم أبطال قاعد يقاتلون بتكريت. مسارين ليل ونهار على الساتر. وإن شاء الله الطاهر صلاح الدين كله مدرس دواعش. ونعم رفعت راس إن شاء الله. جند المرجعية إن شاء الله. إن شاء الله. لو الموت والنصر إن شاء الله. إن شاء الله النصر. إن شاء الله النصر. بعون الله تعالى. إن شاء الله. بارك الله فيك. أهلا بك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وسهلا. والله جيد جدا ان شاء الله. انت راح من تبدا ساعة 0 المعركة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشارك. اشتركت منصورية الجبل؟ ايه اشتركنا. نعم. الحمد لله قدر شيء. الان في تكريت في صلاح الدين. في صلاح الدين والساعة 0 ان شاء الله من الغد بيومين او يوم ونطلع نهجم ان شاء الله. صعدتوا الجناح العسكري انتوا ولد الهار انتوا رجال الكل صالح الفخر من ذولا الفخر لعبوا وجوله لعبوا وجوله الفخر من ذولا وبدر لعبوا وجوله لعبوا وين من يوالي موطني. هذاك ترى هذا شو اسمه معبد الكسارات، هنا اكو مقر لواء هنا مفلش هنا جملون هذا. البارحه سيدنا قطعناها ترى وصلنا تقريبا نزلنا 2 كيلو فوق السد. 2 كيلو نزلنا فوق السد ونزلنا يعني خرجنا حتى خارج قطاعاتنا يعني. هذا هو خارج القطاع. اي نزلنا 2 كيلو فوق السد سيدنا. انا اريد بالعمليات سريه الاستطلاع تمسك لي قدام القطاعات كيلوين. يعني القطاعات تمشي يعني بسهوله تتقدم. احنا البارحه نزلنا كيلوين يعني صرنا عن مسافه يعني نبعد عن العدو مسافه 500 الى 600 يعني بهالمسافات هاي. والله كفيته وفيته يا الحميه الرايه بدر والكلفه تعرفكم للوطن حماي فخر واصرار وعقيده قلبي الف حجاي ذيك ما قصرتوا انتو لا رجعتوا بهاي. الفخر من ذول الفخر وبدر لعبوا وجوله الفخر من ذول وبدر لعبوا وجوله ويلي كل من يوالي موطني يستاهل الهنهونه كل من يوالي موطني يستاهل الهنهونه. يعني هاي الان هاي التلال كم كيلو؟ جيت طلع علي منه. هسه كيلو ونص. كيلو ونص. يا تلالي هاي التلال البدايه السريه. هاي بدايه السريه هاي كيلوين. لا ابرها لهناك. اكثر هاي. يلا هسه تطلع لنا. يستاهل الهنهونه كل من يوالي موطني يستاهل الهنهونه. نخت ديانة بعزمكم رجال أمنتوها سلم ردية الدواعش جثث خليتوها تبقى آمر اللي بحماكم والله ما يسبوها العوجة ويتكريت تشهد شلون طبيتوها انتوا اليوم تعدون الخطط و تحديد اماكن مواضع للهاونات للقذائف للمدفعيه.
يعني ان شاء الله شنو الاتفاق اللي صار بيناتكم هسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله لدينا معلومات عن العدو واحنا متهيئين الى هجوم ان شاء الله على حمدين على ناحيه العلم، وقاعد نهيئ قواتنا القوات الامنيه والحشد الشعبي، وان شاء الله حاضرين وعندنا استعدادات اداريه راح نريح ان شاء الله باذن الله نجيب ساعه الصفر. نعم، اليوم في هذه الجوله في هذا الاستطلاع حددتوا اماكن الهاونات، القاذفات، اماكن المقاتلين المجاهدين راح تقدمون الصفوف، اماكن المدفعيه. الحمد لله حددنا يعني. نعم. المكانات اللي خاصه بالمدفعيه بالاسناد، خصصنا المكانات اللي ان شاء الله اللي ساعه الصفر راح تكون بالانطلاق. باعتبارك آمر سرية وراح تشارك أنت وسريتك إن شاء الله بالمعركة خلال الأيام القادمة أو اليومين أو ربما عملية أمنية هاي ما نقدر نكشف عنها، ربما يوم غد أو بعد غد. شنو استعداداتكم؟ شنو اللي مجهزيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن فوز سيد الشهداء عليه السلام السرية الثالثة، سرية الشامية من أبناء الديوانية. نعم. إن شاء الله راح نتقدم أنا وقواتي السرية سرية الطوارئ سرية الشامية، راح نتقدم إلى نعم. قرية البطلحة وذن القرى المجاورة للسد. إن شاء الله نسقطها. احنا امام الجيش، سريتنا سرية طوارئ امام الجيش، امام القطاعات الباقية، وان شاء الله نطهر القرية كلها من الدواعش الاوغاد. الاخوان اللي المجاهدين راح يشاركون وياك، هل مشاركين في عمليات سابقة او لاول مرة راح يشاركون؟ والله يا استاذ احنا سريتي سرية طوارئ. نعم. وماكو عملية من الطالعة الأولى للطالعة الثانية، للعظيم، للبطاط، للمقدادية، للهارونية، السد العظيم. هاي السرية سرية طوارئ ويعرفونها الدواعش. نعم. هم من يسمعون بدر اجت يشردون. نعم. بدر يعرفون بدر شنو. نعم. ما نعوف موضعنا ومن نتقدم على رقم صعب. من يعرفون بدر اجت ما يتواجدون. ما طول السيد العامري وسيد خضير المطروحي آمر لوائنا وسيد الشايع عامر فوجنا، من يسمعون بهاي الافراد انه اجت يعوفون اسلحتهم ويشردون. الله يسدد رميتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدي قناة الغدير الفضائية متواصلين وياكم ونلتقي بالاخ ضابط الاستخبارات اللواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تعدون العده اليوم وحضر الاخوان كل الاستخبارات، الامن، الجهد الهندسي والقاذفات، الهاونات، وتحددون اليوم الاماكن كاستخبارات، لديكم المعلومات. شنو اللي عديتوا العده لهذا الهجوم؟ لانه حددتم اماكن تجمع العدو او ما شابه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كواجبنا احنا استخبارات اللواء عندنا جهد هندسي وعندنا استطلاع وعندنا كل الوسائل الاستقباليه اللي عندنا كاميرا حراريه. قمنا بالاستطلاع ودخلنا في اراضي العدو حوالي 7 كيلوات، واستطلعنا الطرق، المنافذ، مناطق العبور، مناطق القوه، مناطق الضعف عند العدو، ونقلنا اللي استطلعناه الى قادة اللواء وقادتنا في العمليات، ودرسوا الخطة ووضعنا الخطة الكاملة للهجوم على العدو، وإن شاء الله ستكون خطة مدروسة ومنظمة، وسيباغت العدو بهجوم ويفاجئ بالقوة اللي معد لها ومدروسة تماما. الآن جاهزين على أتم الاستعداد، ولكن للدواعي الأمنية ما نقدر نصرح بالوقت وساعة الصفر لتعرف أنت القضايا الأمنية في العمل. نعم، شكرا لك ويا رب إن شاء الله النصر المؤزر إن شاء الله. يحفظكم، إن لقاء وياكم إن شاء الله في العلم وفي تكريت وفي المناطق اللي مقصودة إن شاء الله. إن شاء الله راح تكون قناة الغدير الفضائية وياكم في عند التقدم وبعد الانتهاء من التحرير إن شاء الله. قناة الغدير هي السباقة دائما وهي الأول في المعركة دائما، وإن شاء الله راح تصور وتنقل الانتصارات. أحبتنا مشاهدي قناة الغدير الفضائية متواصلين وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو استعداداتكم للمعركة يوم غد إن شاء الله؟ مستعدين إن شاء الله وبتم الاستعداد ونهجم إن شاء الله على داعش وأعوان داعش ومن يتبع داعش. داعش ارتكبت جرائم كلش بشعة بالشعب العراقي،
والقوات الأمنية، وإن شاء الله سنحصدهم حصدا مبين، ومصيرهم مصير كل مجرم خائن يستحق هذا القتل. نعم ان شاء الله. بارك الله بكم. انتم حاليا واجباتكم هاي الليل يعني قبل الهجوم بيوم او كذا كثفتوا واجباتكم، كثفتوا استطلاعات؟ ان شاء الله متحشدين وبتم الاستعداد احنا والقوات الامنيه وقوات منظمه بدر، ونشكر كل من يساهمنا ويتعاون معنا بالمعلومه وبالصوره وبالصوت. شكرا جزيلا. واقف على الساتر الامامي حاليا، شنو استعداداتكم توجهاتكم للمعركه ان شاء الله يوم غد؟ ان شاء الله متحشدين والوضع خير من الله ودعم قوي بجهود الحاج هادي العامري والحشد الشعبي وقوات بدر والفرقه الخامسه، قائد الفرقه الخامسه. نعم ان شاء الله مستعدين اتم الاستعداد؟ ان شاء الله مستعدين واحنا باتم الاستعداد. ان شاء الله. ان شاء الله غدا تزفون بشرى النصر لتحرير بدايه ناحيه حمرين وثم الدور ثم ناحيه العلم ان شاء الله. ان شاء الله باتم الاستعداد. مشاهدي قناه الغدير الفضائيه متواصلين وياكم الان قرب المجاهد البطل ابو محمد. طبعا ابو محمد شارك ويانا منصوريه الجبل والشروين والمقداديه وابلى بلاء حسنا. ابو محمد ان شاء الله يوم غد راح يشارك ويانا بتحرير ناحيه حمرين والقرى التابعه لها، وبعدين ان شاء الله اتجاهنا للعلم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا هسه متوجهين على الدعشيه. نعم. والدعشيه ان شاء الله ما يظل لهم كل وجود بالمنطقه كلها. نعم نعم. منتهين لا محال. نعم. واحنا ماكو فرق بيننا وبين السنه والشيعه والمسيحيه واليزيديه، كلهم اخواننا. من صارت الفتوى اتطوعت، قالوا لا اكو راتب وتموت ولا اكو اكل ولا اكو شرب، واتطوعت وقلت لهم اتطوع واتطوع. ولحد الان انا قاطع اجازتين وجاي اجاهد هنا. طبعا بالمنصوريه المرجعيه. نعم منصوريه الجبل انت كنت مجاز حينها في بالديوانيه 14 يوم وثلاث 4 ايام بقيت بالبيت والتحقت، وهذا هسه هم رحت 14 يوم 6 ايام بالبيت والتحقت، وهسه اجازتي استوها انتهت. يعني التحقت حتى شارك في المعركه يعني؟ نعم ما ان شاء الله ما تفوتنا اي معركه بالعراق. زين مو تحس مرات بالندم وبالغبن لما اخوانك المجاهدين يشاركوا بالمعركه وانت ما موجود وياهم بالمعركه؟ ان شاء الله انا وياهم وما معركه خليها تعقبني بقوه الله. ان شاء الله مهما كان. اكيد هاي العزيمه وهاي العزيمه اكيد ان شاء الله بعدها راح يكون نصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وابشر اخواننا الجبوريين اللي هسه ان شاء الله نرفع رؤوسهم بالعلم. نعم ان شاء الله. يعني اخواننا الجبوريين اللي تقصد اهالي مدينه العلم يعني تقصد؟ نعم العلم. تقول لهم احنا ان شاء الله قادمين؟ ان شاء الله احنا جايينهم لتحريرهم وجايين من الديوانيه لهنا. زين التحرير. زين ابو محمد شو تقول اللي كان يعلق لافتات وكاتب قادمون يا بغداد؟ ما يهم، هذا بعدين حسابه ان شاء الله بعدين نحاسبه. ايه خير ان شاء الله. شكرا يا ابو محمد. شكرا. يقولون هذول ميليشيات، خله يقول ميليشيات بعدين حساب ابو الميليشيات. لو طلع هو ميليشيات لا احنا نثبت احنا مو ميليشيات. دين النبي تعرض وحسين احياه، كلها اصبحت ضد الدين، بس حسين صار وياه، يدرم موتته على الدين، هو لعد كربلة تعناه، ها حسين المرض الخالق والمختار تنامس في 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 حسين المرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت ان شاء الله يوم غد راح تشارك ويا اخواننا المجاهدين ان شاء الله نحرر تحرير هاي المنطقة بيوم الهجوم ان شاء الله، واحنا حررنا هواي مناطق قبل هاي وشاركنا هواي هجومات واستونا جينا من تحرير منصورية الجبل. نعم انت السلاح اللي عندك RPG 7؟ اي نعم ومشتغل به قبل بساعة واشتغلنا به وهواي اشتغلنا به. احنا فوج سيد الشهداء فوج الديوانية بدر الجناح العسكري. نعم معنوياتكم شلونها؟ ان شاء الله المعنويات عالية وننتظر ساحة الصفر وان شاء الله نطب عليهم. يعني العزيمة اكثر ان شاء الله عزيمتنا عالية وان شاء الله ننزل. المعارك تختلف عن المعارك لانه فقدنا احبة في سبايكر ان شاء الله ناخذ بثأرهم. نعم ان شاء الله. لانه دواعش جبناء ذبحوا ولدنا ان شاء الله راح سبايكر قدمنا بما يقارب 3000 شهيد في سبايكر. ان شاء الله راح ناخذ بثأرهم ان شاء الله بحول الله وقوته. ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله بكم. ديانة بعزمكم رجال امنتوها،
تنزل مردية الدواعش جثث خليتوها تبقى آمر اللي بحماكم والله ما يسبوها العوجة ويتكريت تشهد شلون طبيتوها انتو ولد النهار انتو رجال الكم صوت الفخر من ذولا الفخر لعبة وجولة الفخر من ذولا وبدر لعبة وجولة كل من يوالي موطني. الغدير هذا تعرف استعداداتكم للمعركة وبانتظار ساعة الصفر أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة الغدير لمواكبتها ومواصلتها مع أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية في كل المعارك، وكانت فعلا ناقلة الحقيقة إلى أبناء العراق، أبناء الشعب العراقي، كان تتواكب بلحظة مع القوات. استعداداتنا لهذه المعركة الحمد لله على أتم الاستعداد. اليوم القوات الأمنية جاهزة، قوات بدر الجناح العسكري الآن المتواجدة وصلت كل القطعات لهذه المنطقة. الاستطلاعات الأولية والثانوية اليوم وصلنا الحمد لله في العمق وخلف نقاط العدو واستطلعنا المنطقة بصورة تامة. اثنين، هذه المعركة راح هناك بها اختلاف كبير، هناك حشود كبيرة من ابناء العشائر، المناطق اللي الآن متقدمين عليها كأبناء عشائر منطقة مبارك الفرحان، كأبناء عشائر الجبور، كأبناء عشائر شمر، كعشائر عبيد، راح تشارك بفعالية في هذه المعركة وتكون لها دور كبير في تحرير مناطقها، وجنبا إلى جنب مع أبناء الحشد الشعبي من أبناء بدر الجناح العسكري وكقيادات طبعا، وعلى رؤوسهم شيوخ العشائر الأفاضل اللي متواجدين الآن معنا، واستطلعوا في نفسهم المناطق ووصلوا إلى تماس مع العدو ورأوا بعينهم. والحمد لله اليوم على هبة الاستعداد إن شاء الله، ما هي إلا وقت. اليوم الإمكانيات كلها وصلت الحمد لله، والقوات الآن حاضرة والمعنويات عالية جدا. سيدنا عرفنا بأنه هروب الدواعش خوفا من وصول الحشد الشعبي والقوات الأمنية لهم. تعلمون نحن دائما عندما نقدم على معركة في منطقة ما نعلن ونقول احنا متقدمين. فاليوم الدواعش عندما عرفوا احنا متحشدين في هذه المنطقة الآن بدأوا بالفرار، بدأوا بالانسحاب، تركوا مواقعهم. تعلمون بعض الدواعش هم من عرب الجنسية والأفارقة ومن أمريكا ومن أوروبا، هذول الآن موجودين بالمنطقة لكن هم أعداد قليلة، وإن شاء الله سوف نقضي عليهم في هذه المنطقة وفي هذه المعركة. مشاهدي قناة الغدير الفضائية متواصلين وياكم ومع الحاج أبو كوثر آمر اللواء لوائهم اللي يشترك بالعمارة والبصرة والناصرية. حجي، استعداداتكم لخوض المعركة وبانتظار ساعة الصفر أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنالك استعدادات جيدة واستعدادات مثمرة، وإن شاء الله يكون هنالك تفوق من قبل قواتنا على العدو، لأن العدو منهزم والعدو لديه تأثيرات لا يمكن الصمود أمام هذا الناس المجاهدين. وهنالك محور المرات ومحور طيبيجة ومحور حمرين، وهنالك استعداد تام ومعنوية عالية، وإن شاء الله من خلال هذه الفترة سيكون هنالك انتصار للمجاهدين على كافة القواطع. ونحن اليوم بدينا بديالة وانتهت ديالة، ولدينا توجهات على صلاح الدين، وإن شاء الله تتحرر صلاح الدين من دواعش الإرهاب إن شاء الله. أكملتوا الاستعدادات من حيث المدفعية، الهاونات، كل الشيء الآن جاهز لانتظار ساحة الصفر؟ طبعا هنالك استعدادات واسعة بما فيها همرات ومدرعات ومدفعية وطيران ولوجستي واستعداد كامل ومعنوية عالية، وإن شاء الله تتحقق كل الأمور خلال هذه الفترة إن شاء الله. ولدينا المعنوية الكاملة لدى قواتنا، ونرى من خلال الاستطلاع ومن خلال المتابعة أنه العدو منهار معنويا وماديا ولا توجد لديه أي قوة في هذا المجال.